وراحت لأوضة صقر علشان تطمن عليه، وأول ما فتحت الباب تتصدم لقيت ملك نايمة جنبه. ايه ده؟ هي ازاي نايمة جنبه بالشكل ده أصلا؟ وراحت ملك فتحت عينيها وبصت لصقر وحطت ايديها على وشه. امبارح كان يوم جميل قوي وانا معاك يا صقر. لما شافت كده قفلت الباب بسرعة وفضلت تعيط. يعني ايه معنى كلامها ده اصلا؟ ازاي؟ وكانت زي المجنونة ومش قادرة تستوعب او حتى تتخيل اي حاجة، ولا ان في حاجة بين صقر وملك. وقرب منها يامن. مامي انت واقفه كده ليه؟ لا يا حبيبي مفيش، عادي سرحت، كنت بفكر في حاجه. طب ادخل لبابي يا مامي؟ ها لا ما ينفعش دلوقتي، تعالى ننزل على تحت. وفعلا نزلوا على تحت وروح كانت زي المجنونه. مالك يا روح؟ عماله تفكري في ايه؟ لا مفيش حاجه يا ماما انا كويسه اهو. في حاجه يا روح؟ شكلك متغير ومتضايقه، في ايه يا بنتي؟ ما تتكلمي. ما انا قلتلك يا ماما مفيش حاجه خالص، بلاش تشيلي هم. وراحت نزلت ملك وقربت منهم. صباح الخير. صباح النور يا ملك، اقعدي، ظهري وجعني قوي. وروح قعدت تبص الملك. جسمي كله مكسر، مش عارفه في ايه. خدتي برد ولا ايه يا ملك؟ لا يا طنط عشقي مش برد، بس ما نمتش طول الليل. وكانت عماله تبص على روح. وما نمتيش ليه بقى يا ملك ان شاء الله؟ ها اصل. وقعدت تضحك وروح اتجننت وقامت بسرعه. رايحه فين يا روح؟ طالعه اوضتي يا ماما، ابعتيلي الفطار على فوق ولا اقولك ماليش نفس؟ ايه يا بنتي؟ ماليش يا ماما، ماليش نفس وتعبانه شويه يا ماما، صاحيه مصدعه اصلا. وطلعت على فوق وكانت عماله تعيط. معقوله كلامها ده صح؟ وراحت دخلت اوضه صقر. معقولة يكون ده حصل فعلا؟ وصقر فتح عينه واتخض لما لقى روح قدامه بالشكل ده. روح. صقر مالك انت عمالة تعيطي كده ليه يا روح؟ في حاجة حصلت ولا ايه؟ ازاي يا صقر؟ هو ايه اللي ازاي يا روح؟ مالك يا حبيبتي بس قوليلي، هو رجع عمل فيكي حاجة؟ هو مين ده؟ كمال يا روح. كمال؟ لا ما عملش حاجة يا صقر. وراح قرب منها ومسح دموعها. ايه سبب الدموع دي يا روحي؟ قدرت تعمل كده يا صقر؟ اعمل ايه يا روح؟ مش فاهم حاجة خالص، انا عملت ايه اصلا يا بنتي؟ في ايه؟ انت وملك؟ طب ازاي؟ انا وملك ايه يا روح؟ ما تقولي على طول في ايه؟ ازاي قدرت تكون معاها؟ ازاي يا صقر؟ نعم. ايه الجنان ده؟ وبعدين اكون معاها؟ انت غبيه يا روح. يعني طول فتره السفر وكانت معايا في شقه لوحدنا وما ضعفتش قدامها؟ اضعف قدامها لما بدات ارجع لحضنك واكون معاكي يا روح. وكمان هنا ربنا يهديك يا روح. وبعدين المفروض ان انا قايم من عمليات ولا ايه؟ وحالتي لسه مش احسن حاجه. يعني مفيش حاجه حصلت بينك وبينها؟ يا بنت بلاش جنان، ايه اللي هيحصل يا حبيبتي؟ لا طبعا، هو انا اقدر؟ امال ده ايه؟ هو ايه ده؟ اصل ملك. وراحت حكيت له على اللي حصل وهو سرح شويه. سرحت في ايه يا صقر؟ في حاجه غلط يا روح بتحصل. انت عارفه امبارح حصل ايه معاكي؟ حصل ايه يا صقر؟ وحكى لها على اللي حصل وهي تتصدم. ايه؟ هو عمل لي حاجه؟ انا ما كنتش حاسه. لا ما اظنش، شكله بس محبش يقرب منك وانت في حاله زي دي. هو كان مخطط بس ان هو يوقع بيني وبينك. انا ما اقدرش اعمل كده يا صقر، صدقني. مهما حصل عمري ما هصدق. بس ازاي صدقتي ان انا ممكن اعمل كده؟ ما صدقتش وجيت اقول لك، جيت اعرف منك، ما سكتش بالعكس. اوعى اي حاجه تحصل توقع بيني وبينك يا روح، اوعى ارجوك. لا طبعا يا صقر، مهما حصل مفيش حاجه هتوقع ما بيني وما بينك، انت كل حاجه ليا يا صقر. بحبك قوي يا حبيبتي. ما ينفعش اسكت لكمال على كل اللي بيحصل ده، لازم اوقف كمال عند حد واعمل اي حاجه. تعملي ايه يا روح؟ هشوف يا صقر. بس انت شكيت في اللي انا شكيت فيه، اللي هو ايه؟ ان ملك وكمال يتحدوا مع بعض ان هما يوقعوا ما بيننا. استحاله اللي حصل امبارح يكون صدفه منه ومنها. انا شكيت في كده. معقولة ملك تعمل حاجة زي دي؟ ملك دكتورة وليها سمعتها، تنزل نفسها للمستوى الحقير ده؟ مش عارفة، بس أكيد شكلهم كده يا صقر. مش هتيجي غير كده خالص. عندك حق يا روح، مش حابب اتصدم في ملك بالشكل ده، انا بعزها قوي. لما نشوف ايه الحكايه يا صقر. وراحت نزلت على تحت وهي نازله خبطت في ملك. مش تاخدي بالك كده امال؟ معلش يا ملك بقى، ولا يهمك، بس اصل تعبانه شويه. لا سلامتك يا روح، اطلعي ارتاحي بس وبلاش الحركات الفارغه دي يا ملوكه. وراحت حطت ايديها على كتفها. مهما عملت يا ملوكه مفيش حاجه هتوقع ما بيني وما بينه. ايه الكلام ده؟ مش فاهمه قصدك ايه. اوقع ايه؟ هو انا عملت ايه؟ لا والله. وراحت قربت من ودانها. خطط فاشله وباينه قوي. اصل عمرك ما هتجربي حضن لصقر. ماشي يا ملوكه تمام. وفري العمايل دي، اصل اللي يبقى مع روح صعب قوي يكون مع غيرها. وراحت مشيت من قدامها وسابتها واقفه. ازاي هي كده؟ وطلعت ملك على فوق وكانت زي المجنونه. ايه اللي بيحصل؟ مش فاهمه ازاي ده كله. روح وصقر لازم يبعدوا عن بعض، لازم. ما ينفعش روح وصقر يكونوا مع بعض مهما حصل. وراحت خبطت على اوضه كمال ودخلت. وكمال كان قاعد سرحان. كمال خير يا ملك؟ في ايه؟ داخله هنا اللي انت اتجننتي؟ لو حد شافك دلوقتي هيقول الوضع ايه. انا مش طايقه نفسي يا كمال. ازاي ده حصل؟ ازاي ايه؟ هو انت عرفتي؟ عرفت ايه يا كمال؟ ان صقر عرف الخطه بتاعت امبارح وان روح ما كانتش في وعيها. انت بتقول ايه؟ صقر عرف خطه امبارح؟ ازاي ما قلتليش حاجه زي دي؟ انا كملت الخطه زي ما اتفقنا. ونرجع فلاش باك. اول الخطه يا ملك لازم نحط الشك، ولو نجحنا في كده الشك هيكون ما بينهم يا ملك. ازاي بقى؟ اول حاجه هنعملها لازم اخلي صقر يفتكر ان روح بقت معايا وهو هيصدق. ممكن يسألها، ما انت عليك انك تلعبي في نفس الوقت اللي انا هلعب فيه. انت هتدخلي لصقر وتحاولي تقربي منه، وساعتها مش هيقدر طبعا. في الوقت دوت هكون انا دخلت الروح بالعصير وتشربه، يكون انت عملتي خطتك. وساعتها صقر هيعوز يجي الروح ويتكلم معاه الحب والوفاء بقى، وساعتها انا هكمل الخطه من عندي. لو ما حصلش كده هيحصل، وبعديها يرجع اوضته وهو مصدوم. وقبل ما صقر يصحى تدخلي وتنامي جنبه. وزي ما انت فاهمه، روح كالعاده اول ما هتفتح عينيها هتيجي تطمن على صقر وتلاقيكي معاه وانت تعيش في الدور. فكده صقر شك في روح،
وروح شكت في صقر. حلو قوي ده يا كمال، مش بقولك يا ملك. ونرجع من الفلاش باك، الخطه شكلها باظت وروح شكلها عرفت اللي حصل هي كمان، وصقر حكى لها ايه اصل وانا طالعه وحكيت له اللي حصل. لا روح كده هتضيع مني اكتر ما هي ضايعه. اطلعي يا ملك وهشوف اعمل ايه واكلمك. طيب يا كمال. وخرجت من عنده، وروح كانت زي المجنونة سمعت كل الكلام اللي ما بينهم. معقولة يا كمال انت وهي طلعتوا بالشكل ده؟ ونزلت على تحت وكلهم كانوا قاعدين مع بعض، وصقر كان عمال يفكر هو وروح. ملك تحط ايديها في ايد عدوي؟ معقولة يا ملك تكوني كده عايزة تعملي فينا كده؟ انا مش قادر اصدق. افتكرت انك ممكن تكون صديق ليا بجد يا كمال وتكون في ظهري. وفضلوا يفكروا كده، وبعد كده راح خرجت الجنينة وقرب منها كمال. اسف ابعد عني وحسك عينك تحاول تقرب مني، انت شخص مخادع يا كمال. انا يروح امبارح قلت لك وانت تستغل دوت. ازاي يا كمال؟ ازاي عملت فيا كده؟ مش قادره اصدق بجد. روح عارف ان انا غلطان، بس انا بحبك قوي يا روح، والله العظيم انا عايزك معايا. اديني فرصه يمكن اقدر اخليكي تحبيني يا روح. احبك؟ هو انت بتتكلم بجد؟ انت واعي لكلامك ده؟ معقوله يا كمال؟ معقوله لسه معرفتش روح؟ عارفك كويس بس نفسي تديني فرصه. نفسي على قد ما اقدر احاول اخليكي تكوني معايا يا روح. اوعى من وشي، انت استحاله تفهم ولا اي كلام ما بيني وما بينك. ودخلت بسرعه وطلعت لصقر. طمني يا صقر. مالك يا روح؟ طمني ان مفيش حاجه تقدر توقع ما بيننا يا صقر من ناحيه كل حاجه. وقعدت تعيط. مش قادره استحمل حاجه خالص. هانت يا روح، استحملي يا حبيبتي. خايفه الخطط دي تنجح ولا حاجه يا صقر؟ عمره ما هيحصل يا روح، خليكي واثقه ان ده يا حبيبتي. واثقه لانك معايا يا حبيبي. ودخلوا يامن وتولين. مامي بابي. حبايب بابي ومامي. يا سلام يا بابي. بابي ومامي بقوا مع بعض. مبسوط يا يامن؟ قوي قوي يا مامي. مش هتمشي خالص يا بابي من هنا؟ حاضر يا قلب بابي. شايفه عيالنا حلوين ازاي؟ شايفه يا اخويا. وقعدوا يزغزغوا في يامن وتولين. مامي مش قادره. اكلك اكلي يا روح مامي انتي. يا بابي خلاص انا راجل ما ينفعش تزغزغ فيا كده، خلاص انا كبرت. لا والله. طب بص. وفضلوا يزغزغوا فيهم وكلهم كانوا سامعين صوت الضحك بتاعهم. وقاموا يامن وتولين وهربوا منهم. هربنا منكم. راح قام روح وصقر وقعدوا يلعبوا مع بعض بالمخدات. ما جاتش المخده عليا يا صقر اهو بقى كده. وطلعوا كلهم على صوت الضحك، وكانوا واقفين ملك وكمال عمالين يبصوا عليهم. وروح اتكعبلت وراح صقر مسكها. عمري ما خفت ان اقع يا صقر. عارف ليه؟ ليه يا روح؟ لاني عارفه انك مش هتخليني اقع ابدا، وانك ناوي تلحقني في كل مره اقع فيها. عمري ما هسيبك يحصل فيكي حاجه يا روح، انا معاكي دايما يا حبيبتي. احسن حاجه انك معايا يا صقر. بحبك قوي بحبك قوي يا عيون صقر. وما كانوش قادرين ملك وكمال ان هم يشوفوهم كده، وراحوا بعدوا. شايف يا كمال؟ شايف عاملين ازاي؟ دول عايزنا نوقع ما بينهم. لو الدنيا وقعت دول استحاله هيقعوا يا كمال. لا هننجح وهتشوف يا ملك. الصبر حلو. صبر ايه؟ هو انت مش شايف؟ ما اظنش هنقدر عليهم يا كمال. وعشق ومهاب كانوا مبسوطين قوي. بنتنا رجعت روح القديمه يا مهاب. شايف قد ايه مبسوطين؟ شايف يا حبيبتي؟ لازم ترجع روح القديمه علشان صقر جنبها. عندك حق. ربنا يحميهم ويبعد عنهم اي حاجه وحشه يا رب. يعيش ان شاء الله قريب قوي صقر وروح يرجعوا لبعض ان شاء الله يا مهاب، لانهم لازم يكونوا مع بعض وحبهم يكمل ومفيش حاجه تبعد ما بينهم. انا مبسوط قوي يا مامي ان بابي معاكي وان انتي مبسوط. ومر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعادي من غير اي احداث تانية جديده. وتاني يوم في اوضه زين وعشق. عشق صحي طولية اللي عمال يشد في شعرها. خلاص قربت اكون قرعه بسببك يا زيازن. مامي انت خليت فيها مامي يا ابن زين. وزين صحي لقى مهاب نايم فوق دماغه. مين اللي نايم فوق دماغي ده؟ مهاب يا حبيبي. عيالك دول صداع، انا خلاص تعبت والله. انت حر. طيب يا مهاب يا قلب مامي خد راحتك. وراح ضرب زين على وشه. يا ابن عشق بتعمل فيا انا كده؟ وراح شال مهاب من قفاه. بابي بس بابي بس. هو فيها بابي بس؟ انا خلاص يازن قرب يخليني قرعه من كتر الشد في شعري. امال فين اسد؟ تلاقيه مع ليلى. وراحت دخلت ليلى وهي ماسكه اسد. مامي اسد ده معفن قوي، كل شويه يعمل بيبي، مش المفروض يدخل التواليت بقى؟ معلش يا روحي صدعني زي اخوك يا حبيبتي، خليها عليكي. انا اللي جبته لنفسي، جبت حضانه. بتقول حاجه يا زين؟ هو انا اقدر يعيش؟ بقول احسن حضانه في الدنيا كلها يا اخواتي. ايوه كده يا زين، احترم نفسك يا حبيبي. حاضر يا حبيبتي هعمل كده، حكم القوي يا ناس. تعالى يا اخويا غير لعيالك انت وليلى وانا داخله اخد شاور. بتقولي حاجه؟ انت بتقول حاجه يا حبيبي؟ لا يا روحي بقول حاضر حالا. دخلت تاخد شاور وكانت عماله تضحك. وخرجت وكان زين وليلى غير لهم. حلو كده، مش بطال يا روحي، يجي منك مع التدريب. طيب خدي عيالك بقى بره، انا عايزه انام. نعم عايزه انام. هجوم يا عيال. وراحوا فضلوا يتنططوا فوق دماغي. هو التنطيط ده ما ينفعش غير فوق دماغي يا واد انت وهو. شكلك مضحك قوي يا بابي. عاجبك شكلي يا ست ليلى؟ اه يا بابي مش قادره هموت من الضحك. خليك مع عيالك بقى وانا هاخد بنتي واروح اجهزها. وخرجت بليلى. قلب مامي عامله ايه؟ الحمد لله يا مامي. بحبك قوي يا مامي. بموت فيك يا عيون مامي. تعالي سرح لك شعرك. بنتي قمر يا ناس، بنتي تجنن يا روحي، ما شاء الله عليكي. انت احلى ام في الدنيا كلها يا مامي. وكانوا مبسوطين قوي. وعند روح راحت لكمال. لو سمحت يا كمال طلقني بقى واخلص. لا